ده اخف وارفع لابتوب جربه. خلصنا امتحانات الثانويه ونتيجه الثانويه تقريبا بانت امبارح او من يومين، ويا رب كل الناس كلها تكون فرحت وانبسطت. نيجي بقى لميعاد الفيديو الثانوي بتاعنا، افضل لابتوب تشتريه للجامعه. واللابتوب معايا من اكتر السلاسل المميزه عند ايسوس، وهو الايسوس زين بوك اس 13 اوليد. ده الابجريد بتاع ال 13 بتاع السنه اللي فاتت، عملنا له فيديو السنه اللي فاتت وجربناه وكان اللابتوب جامد جدا. ده بقى جايب ابجريد وجايب حاجات احسن من السنه اللي فاتت. بص اللابتوب روش جدا، شكله اصلا ملفت. شايف الديزاين اصلا والكرافتس المعموله في الظهر. اللابتوب كله جسمه من معدن، بلازما سيراميك الومنيوم. حتى الشكل او الديزاين اللي ورا ده تحس ان هو قطع سيراميك متركبه جنب بعض. فلابتوب روش بصراحه، والماتيريال بتاعته جامده جدا. اللابتوب سوليد، يعني حاول تعمل له فليكس يمين شمال هاته فوق تحت. اللابتوب ناشف جدا، جسمه كله من المعدن، وده بخليه واخد شهاده ميليتري جريد، اللي هو عدى بتستات ووقع بقى وعدى باختباراته اللي هو يقع وتصادم وحاجات من دي. كمان برضو اصلا ما تقلقش، انت واخد البيرفكت وارنتي بتاع ايسوس المشهوره بيه، الضمان الشامل لمده سنتين حتى ضد عيوب الاستخدام. فما تقلقش خالص من ناحيه الكواليتي. وكل ده في اخف وزن كيلو وسمك سنتي بالظبط 11 مللي، يعني سنتي وملي. ده ارفع لابتوب اشوفه تقريبا. بص عامل ازاي، وعلشان كده ده بخليه اكتر لابتوب مناسب جدا للطلبه. انت رايح من الكليه مش عايز اي حاجه تقيله على ظهرك، كفايه الكتب والحاجات اللي تبقى شايلها، مش هتحط كمان تهمه معاهم. وفي نفس الوقت انت عايز حاجه قويه، وده اللي هكلمك كمان شويه فيه في البرفورمانس بتاعه او الاداء بتاعه عامل ازاي. صغير بس نينجا. كم مره حصل معاك او مع حد من اصحابك مثلا بتنقل من موبايل لموبايل، وخاصه لو من اندرويد لايفون او العكس، وشايل هم الداتا بتاعتك هتنقلها ازاي؟ وخاصه مثلا رسائل الواتساب دي اكتر حاجه مهمه بالنسبه لنا تقريبا بعد الصور والفيديوهات اللي هي اصلا اغلبها من واتساب. دي اكتر حاجه بتشغل بالنا، هننقل الداتا ازاي؟ وعشان كده يجي دور البرنامج اللي هكلمك عنه النهارده، وهو موبايل ترانس من شركه وندر شير. البرنامج ده عبقري، فيه كل التولز وكل الادوات اللي ممكن تحتاجها عشان تنقل اي داتا عندك من موبايلك القديم لموبايلك الجديد. من اول بقى الصور لفيديوهات لارقامك لكل حاجه شخصيه عندك على الموبايل تقدر تنقلها. لو مش عايز الداتا دي كلها، انت ممكن تحدد داتا معينه زي مثلا الواتساب ان هو يتنقل من موبايلك القديم للجديد. وكمان المميز في البرنامج ده ان هم ليهم تطبيق على الموبايل موجود على الاي او اس وموجود على اندرويد، تقدر تحمله ومش محتاج الكمبيوتر خالص، بمجرد ما بتنزل البرنامج على الموبايلين اللي انت عاوز تنقل منه واللي عايز تنقل عليه، وبخطوات بسيطه من التطبيق على الموبايلين بتقدر تنقل الداتا بتاعتك بقى، سواء صور فيديوهات ايا يكن او الشات بتاع الواتساب. كل حاجه بتتنقل زي ما هي في ضغطه زرار. برنامج جامد جدا، تقدر تحمله بشكل مجاني من اللينك هتلاقيه تحت الفيديو في الوصف. وطبعا عشان تستفيد من المميزات الكامله بتاعته لازم تشتري النسخه المدفوعه. انصحك انك تجربه، اللينك تحت الفيديو في الديسكربشن. كمان بالنسبه للديزاين والبيلد كواليتي، انت عندك بص الشاشه بتفتح بايد واحده، وكمان بتفتح 180 درجه. بغض النظر انا مش عارف ليه انا ممكن اعمل كده، بس هو بيفتح 180 درجه. كمان عندك الايرجو ليفت بتاع ايسوس المشهوره بيه جدا، اللي بيرفع جسم اللابتوب من السطح اللي انت بتحطه عليه عشان يعني يحسن التهويه شويه بتاعه اللابتوب. وبالنسبه للتهويه ممتازه جدا في اللابتوب بالحجم ده. عندك هنا مروحتين سمكهم رفيع جدا وصوتهم هادي جدا جدا جدا، وطبعا صوتهم بيعلى حاجه بسيطه لو انت بتضغط شويه على اللابتوب. نيجي بقى للتاني اميز حاجه في اللابتوب ده، الشاشه اللي فيه. الشاشه دي بحجم 13 انش 2.8K اوليد، وده كان باين من اسم اللابتوب. واحده من اجمل واحلى الشاشات اللي ممكن تتفرج عليها على محتوى، او لو انت كونتنت كرييتور وبتعدل على الصور وبتحب الاكيرسي بتاع الالوان. الشاشه دي دقه الالوان فيها مش طبيعيه، بتدعم 100% دي سي اي بي 3، بتدعم الدولبي فيجن والاتش دي ار، وكمان بتوصل للسرعه 550 هرتز مع ريسبونس تايم 2 ملي سكند. وطبعا 60 هرتز بس عشان هو لابتوب مش موجه للالعاب، هو لابتوب موجه للطلبه للدراسه للشغل للبيزنس، مش موجه للالعاب، بس انت تقدر تلعب عليه. وهقول لك كمان شويه ايه الالعاب اللي ممكن تلعبها عليه. الشاشه دي الالوان فيها بتبقى طبيعيه بدرجه حاسس ان انت شايف المشهد كانه قدامك في الحقيقه مش متصور. دقه الوان بصراحه تحفه، وكمان الاسود فيها اسود فعلا عشان البكسلات بتبقى طافيه. وفيها تقنيات كتيره جدا من ايسوس، زي الايسوس اوليد كير اللي بيحافظ على عمر البكسلات، بيعمل بيكسل شيفتنج عشان يحافظ على عمر البكسلات، عشان طبعا دي شاشه اوليد لما بتفضل البكسلات دي شغاله بفتره طويله جدا طبعا بيحصل لها البيكسل بيرنينج والحاجه دي. طبعا هم مستخدمين تقنيات كتيره زي البيكسل شيفتنج والبيكسل ريفريش علشان يحافظوا على عمر الشاشه اطول فتره ممكنه. كمان تقنيه الاوليد فليكر فري ديمنج لما بتقلل سرعه الشاشه فطبعا بيقلل الاجهاد بتاع عينك، ما بيحسسكش بالصداع والحاجات اللي احنا بنحس بيها لما بنقعد قدام كمبيوتر فتره طويله. تحت الشاشه بشويه هتلاقي كمان الكيبورد، اللي هو الكيبورد الصغير المحندق ده، واحد من اكتر اللابتوبات اللي انا حبيت اكتب عليها. الفيدباك بتاع كل زرار بصراحه بيرفكت بالنسبه لي. الزرار كده ناعمه وفي نفس الوقت بتديك فيدباك كده اللي انت دوست، فالكتابه بصراحه عليها ممتعه جدا، وفي نفس الوقت هاديه جدا مش بتعمل اي نويز او صوت حواليك. وفيها باك لايت خفيف كده بتقدر تشغله لو انت مثلا قاعد في اوضه ما فيهاش اضاءه عاليه عشان تشوف الزرار بشكل كويس. فهو مش ار جي بي بس هو باك لايت خفيف. كمان هتلاقي عندك التراك باد الكبيره جدا واللي استخدامها مميز جدا بصراحه. كمان فيها زرار كليك يمين وكليك شمال هتلاقيهم تحت. تعال ندخل بقى على البرفورمانس، الاداء بتاع اللابتوب ده. اللابتوب صغير زي ده متوقع منه اداء مثلا عامل ازاي؟ الموديل اللي انا رجعته السنه اللي فاتت كان جايب معالج اي ام دي، ولكن السنه دي حاطين معالج من انتل الجيل ال 13 الكور اي 7 1355 يو، ولكن المعالج ده مش ضعيف اطلاقا، هو 10 كور 12 ثريد وبيعمل بوست اب تو 5 جيجا هرتز، ما تستهونش بيه خالص. كمان مع جرافيك كارد الاي اكس اي من انتل، وعندك اب تو 32 جيجا رام، ولكن النسخه اللي معايا هي ب 16 جيجا رام بس، ال بي دي ار 5 بتردد 5200 ميجا هرتز، بالاضافه ل ام دوت 2 اس اس دي كده رايق من سامسونج جين
4 بتوصل سرعات قرايه وكتابه مش طبيعيه، مخلي اللابتوب طلقه وانت بتفتح اي حاجه. وكل المنظومه دي تكمل بقى ببطاريه 63 واط اور هتكفيك استخدام مش اقل من 7 ساعات ل 8 ساعات على حسب انت مخلي سرعه الشاشه على قد ايه وبتعمل ايه بالظبط على اللابتوب. تعال بقى اقول لك الاداء ده هيترجم معاك لايه. طبعا لو انت بتعمل براوزنج بقى بتتصفح، افتح تابس كتيره في كروم، اعمل مالتي تاسكينج براحتك جدا على اللابتوب ده، هيقضي معاك وزياده. اللابتوب فعلا سريع بفضل الاس اس دي والبروسيسور الرامات السريعه. اللابتوب طياره، هو مش موجه للالعاب، هو لابتوب زي ما قلت لك للدراسه والشغل والبيزنس والجو ده. بس انا قدرت العب مثلا عليه لعبه زي فالورانت، قدرت العب على كواليتي فول اتش دي والفريم ريت كان بيوصل معايا ل 150 اف بي اس من 120 ل 150. فانا مش عايز حاجه اكتر من كده، لان انا مثلا وسط الشغل وسط المذاكره وسط الدنيا كده اقعد افصل بحاجه كده خفيفه، لكن هو مش موجه للالعاب بشكل مباشر. وطبعا لازم وانت بتلعب هتاخد الباور الكامل منه، لازم تستخدم الشاحن النونو اللي جاي معاه. ده اصغر راس شاحن شفتها مع لابتوب تقريبا، بس بقدره 65 واط بتشحن اللابتوب ده 50% في حوالي نص ساعه، وبتركب كده بشكل ماجنتيك ورايق وروش. لو انت حابب تعمل عليه شغل مونتاج خفيف هيقضي معاك وزياده. انا فتحت عليه مشروع كان 4K كمان، بس هو ما يفضلش ان انت تشتغل عليه 4K عشان هو مش بتاعته، هو ال 4K ده تقيل عليه او زياده عليه. بس انا قلت اجرب هيعمل ايه، فتحت عليه مشروع 4K بصراحه كان شغال كويس، بس الرندر بياخد وقت طويل شويتين ثلاثه. لو انت شغال البروجكت فول اتش دي وهترندر فول اتش دي هيبقى سريع معاك وهيكفي معاك وزي الفل، فما تلجاش لل 4K دي مش بتاعتك. طبعا بقى لو انت بتصور وبتعمل تعديل الوان على فوتوشوب والصور بتاعتك، بصراحه ده من اكتر اللابتوبات اللي هتطلع لك دقه الوان محترمه جدا. فهو بصراحه اللابتوب دايس في كل حته، يعني هو واخد من كل حاجه، وزن خفيف ودراسه وتقدر تتنقل بيه وتروح بيه وتيجي وتعمل كل حاجه، وفي نفس الوقت سريع، تقدر تفصل بيه في النص بشويه العاب، تقدر تعمل عليه مونتاج بشكل كويس جدا، تقدر تعدل عليه الصور. بصراحه دايس في كل حاجه، في نفس الوقت هو صغير جدا، شوف قد ايه. في شويه بقى حاجات كده زياده، مثلا زي مثلا عندك ويب كام فول اتش دي فيها كمان مايكين بيدعموا الاي اي نويز كانسليشن عشان يعزلوك عن البيئه اللي حواليك لو انت مثلا بتعمل فيديو كول او بتعمل زوم ميتنج او بتعمل اي حاجه ثانيه بتستخدم فيها المايكات. كمان فيها شويه حركات روشه كده اللي ممكن تعمل تراك لحركه وشك، تعمل بلور او عزل الخلفيه او الباك جراوند اللي وراك. كمان اللابتوب فيه اي ار سنسور فبيدعم الفيس ريكوجنيشن، وتقدر تستخدم خاصيه الويندوز الو علشان تعمل لوج ان او تفتح اللابتوب ببصمه وشك. وكمان عندنا تطبيق ماي ايسوس اللي بيخليك تربط مثلا موبايلك على اللابتوب وتقدر تبعت ملفات من موبايلك لللابتوب بسهوله. المداخل هنا مهتمين بيها جدا، عندك مدخلين تايب سي ثاندر بولت 4 اللي بيدعموا لغايه 40 جيجا بت بير سكند، تقدر تستخدمهم في شحن اللابتوب، تقدر توصل مونيتور على اللابتوب. كمان عندك مدخل اتش دي ام اي 2.0، وعندك مدخل واحد تايب اي 3.2 من الجنب اليمين، وكمان جنبيه المدخل الاوديو جاك اللي هو الكومبو اللي هو المايك والسماعه مع بعض. وعلى ما اعتقد انت مش محتاج مداخل ومخارج تاني، كده زي الفل قوي. كمان بالنسبه للصوتيات هنا اللابتوب بيجي فيه سماعات من هارمان كاردن بيدعموا الدولبي اتموس، وكمان بيدعموا تقنيه من ايسوس اسمها الايسوس بوست. فالصوت هنا تحفه، في تريبل كده وبيز وصوته عالي وواضح وكويس جدا، وهتبقى مستمتع وانت بتتفرج عليه مثلا على فيلم او حاجه. اللابتوب بصراحه تحفه، سعره هو اللي يزعل شويه، يعني بالنسبه لاسعار الفتره دي سعره ممكن يضايق بعض. نسخه ال1 تيرا اللي هي معايا دي سعرها حوالي 55000 جنيه، النسخه الاقل شويه اللي هي 512 جيجا بحوالي 49000 جنيه. طبعا انت بالسعر ده ممكن تجيب لابتوب تاني جيمنج، بص ده فئه وده فئه، كل واحد بيروح للحاجه اللي هو عايزها. ممكن تجيب لابتوب قوي جدا بالسعر ده، فكل حاجه ليها ثمنها وليها سعرها. يديك حجم صغير ويديك لابتوب تتنقل بيه في كل حته، يبقى لابتوب خفيف كده رايق وسريع في نفس الوقت، ويديك بيرفكت وارنتي ويديك مميزات تانية. فانت شوف انت عاوز ايه وبناء عليه بتحدد تشتري. ده كان فيديو رايق سريع كالعاده، كل سنه لازم نعمل فيديو لحبايبنا الطلبه. شاركني برايك تحت الفيديو في الكومنتات وقول لي ايه رايك في اللابتوب ده، ولو انت اشتريت لابتوب من لابتوبات الطلبه اللي انا رشحتها قبل كده يا ريت تشاركني باسمه تحت الفيديو في الكومنتات، وقول لي تجربتك كانت معاه عامله ازاي، وهرد عليك بنفسي، هقرا كل كومنتاتكم. لايكك بقى وشيرك لصاحبك اللي داخل معاك الكليه وعرفه باللابتوب ده، وسبسكرايبك الرايق، واشوفك على خير في الفيديو اللي جاي. سلام.